السلام عليكم. فيديو اليوم عندنا موضوعين مهمين. الموضوع الأول حيكون عن تفوق المنتخب السوري على ميانمار بهاي النتيجة الكبيرة، والموضوع الثاني اللي عم يشغل حاليا الساحة الرياضية في سوريا هو موضوع اللاعب محمود داوود ومغادرته للمنتخب قبل المباراة بساعات. تمكن المنتخب السوري من التفوق على منتخب ميانمار بنتيجة كبيرة، نتيجة 7-0، وكانوا قريبين من أنه يخلوا هاي النتيجة 8 أو 9 أو إلى ما هنالك. طبعا فارق الأهداف بالوقت الحالي مهم إلى حد ما على مستوى المجموعة، وخصوصا إذا لعبنا مع كوريا. هذا الموضوع اللي لا يزال لم ينحسم بعد، باعتبار أنه مباراة اليابان وكوريا ما أجريت بسبب مشاكل بالتنظيم عند كوريا الشمالية، والكل عم ينتظر قرار الاتحاد الآسيوي إن كان حيشطب نتائج منتخب كوريا الشمالية ولا حتلعب المباراة بوقت آخر. كل هذا الكلام حنعرفه خلال اليومين القادمين. لكن على مستوى المباراة، هاي النتيجة الطبيعية اللي كان أساسا لازم يتفوق فيها المنتخب السوري بمباراة الذهاب، لأنه منتخب ميانمار منتخب ضعيف فنيا وكرويا وعلى كافة المستويات. المباراة كانت باتجاه واحد من طرف واحد، تفوق فيها المنتخب السوري على مدار 90 دقيقة. فنيا ما عندي ملاحظات كثيرة، بس انه الشوط الاول احنا اضعنا كمية من الاهداف لا يستهان فيها. هاي الفرص اذا توفرت للمنتخب امام منتخب اثقل من ميانمار، اذا كنا عم نواجه خلال الدور القادم منتخب أعلى كرويا، حنندم عليها بشكل كبير. بصراحة الملاحظات السريعة اللي عندي على هاي المباراة، عمر خريبين وإن كان سجل هاتريك لكن أضاع فرص أسهل من اللي سجلها، وهذا الشيء غير مقبول من لاعب مثل عمر خريبين. الملاحظة الثانية عندي الطريقة اللي بدأ فيها كوبر المباراة، بحيث أنه يلعب محمود أسود على اليسار، وبهذا التكتل الدفاعي اللي موجود عند منتخب ميانمار انت بدك تعتمد على العرضيات، او كان هذا اللي باين بالمباراة. وعندك انت اللاعب محمود اسود ما بيعرف يلعب برجله اليسار بشكل نهائي، يعني لا تمرير ولا رفع ولا اي شيء، ما بيعرف يلعب رجله اليسار. فوجوده على الطرف الايسر انا ما حبيت الفكرة زيادة، لكن بسبب التفوق والنتيجة والاهداف الناس حتنسى هاي النقطة. الملاحظة الثالثة عندي مؤيد عجان، يا ريت يرجع لمستواه اللي بنعرفه. اللي بيعرف مؤيد عجان واللي متابعه للأمانة، هو لما كان عم يلعب مع نادي الزمالك بالتجربة اللي احترف فيها في مصر، كان هو المسدد الأول للفاولات أو التسديدات الحرة. فمؤيد عجان إذا رجع لمستواه، لأنه لسه عنده أخطاء شوي بالتمرير لكن ممكن نستفاد منه بشكل أكبر. أنا بالفيديو الماضي حكيت عن مؤيد، ولا أزال عندي مشاكل مع مؤيد عجان، وبصراحة الأكبر مين بديله؟ لا أزال أسأل مين هو بديل مؤيد العجان. الملاحظة الأخيرة عندي اللاعبين اللي جرب فيهم كوبر، بسبب النتيجة قدر انه يستفاد من اكبر قدر من اللاعبين. شفنا نوح وشفنا المار وشفنا حتى انطونيو يعقوب بالاخير، يعني ما اقدر اقيمهم بشكل نهائي، لكن نوح عنده لمسة جيدة، لعب على اليمين بفترة من الشوط الثاني وبعدين حول وصار على اليسار بتبادل أدوار بينه وبين عمار رمضان. الأهم من هذا كله اللي أتمناه إنه هذا الفوز وإن كان بنتيجة كبيرة ما يخلينا ننسى المشاكل الفنية الكبيرة اللي موجودة عند كوبر. احنا بالنهاية تفوقنا على ميانمار، ما تفوقنا على منتخب كبير او اسم كبير والله وسجلنا هاي النتيجة. في كلام كبير دار على الصفحات الإعلامية ومن الإعلاميين انه ممكن هاي تكون المباراة الأخيرة لكوبر، وفي شرط جزائي كبير حياخذه في حال تمت إقالته. وإن كان أنا أستبعد، لأنه احنا كجمهور سوري ما يحق لنا أساسا انه نتهنى بهاي الأخبار. هو زاد عقده بقيمة 15%، هذا الرقم أنا شفته من صفحة على الأقل إنها موثوقة. رقم 1.8 مليون دولار هذا أكيد الاتحاد الآسيوي اللي نشره. السؤال اللي يطرح نفسه في حال مغادرة كوبر، مين اللي هيجي؟ هذا طبعا هو الأهم. يعني هي مو بس انه احنا بس بدنا نتخلص من كوبر وانه مين ما يجي ونرجع لاسماء زيد وعبيد المحليين وغير المحليين. انا لا ازال متمسك برأيي انه نحن بحاجة لمدرب افضل من كوبر يقود المنتخب. ومن موضوع المنتخب وتفوقنا نجي لموضوع محمود داوود ومغادرته للمنتخب قبل بساعات
من المباراة. راح أعطيك القصة من كل الجوانب تقريبا. الحكم الأخير راح يكون إلك أنت كمشاهد، أنت كجمهور. أتمنى أنه تشاركني بالتعليقات رأيك باللي صار بقضية محمود داوود بعد ما تسمع كل التفاصيل عنها إن شاء الله. لا تنسى الاشتراك واللايك، وانشروا لنا الفيديو حتى يوصل لكل الناس ويعرفوا القصة الحقيقية، أو على الأقل ما وصلنا بقضية محمود داوود، حتى ما نبخس الناس حقها. في ناس بالإدارة أو بالاتحاد عملوا مجهود كبير حتى يقدروا يقنعوا محمود داوود أنه ينضم للمنتخب. أول مرة انفتحت سيرة محمود داوود كان بال2017. تخيل أنت كم السنوات اللي احنا عم نحاول فيها انه نجيب هذا اللاعب للمنتخب. واكيد اللي صار بكأس الاتحاد الآسيوي كان له دور انه يقنعه شوي انه يجي وينضم للمنتخب، بحيث انه كان في لاعبين مغتربين، وانه المدرب هيكتور كوبر بكل مشاكله بصراحة له اسم بأوروبا على حكم الخبرة والتجربة، بحيث انه درب بفالنسيا ودرب بإنتر ميلان ودرب بالدوري الإسباني وغيره، في له اسم. فلما انت بتحكي مع اي لاعب وتقول له انه المدرب هو هيكتور كوبر، يكون في نسبة من الإقناع. وممكن كمان انه كوبر اساسا تواصل معه، حكى معه وقال له انه تعال وخليك معنا بالمنتخب الى ما هنالك. هاي النقطة ما لازم نبخس حقهم فيها، انه هم فعلا عملوا مجهود حتى يجي. طيب، اجى اللاعب على المنتخب، شارك بالتدريبات. بعدها بالليل، ليلة امبارح اللي هي قبل المباراة بيوم، بدينا نسمع انه والله في مشاكل بين محمود داوود وبين الإدارة الفنية يعني الطاقم الإداري والطاقم التدريبي مع اللاعب، وانه هو ممكن يغادر. وبعدها بساعات او بدقائق سمعنا انه انلم الموضوع وتم احتواء المشكلة، واللاعب حيكون موجود، لحتى نتفاجأ انه اليوم الصبح والله انه عم يصدروا لنا بيان انه اللاعب غادر المعسكر، او انه خلاص سافر وما حيكون موجود معنا. والبيان اللي صدر عن الاتحاد الرياضي انه اللاعب في عنده طلبات احنا غير قادرين على انه نلبي هاي الطلبات، لانه هيك حنضيع باقي عناصر المنتخب، او بما معناه انه حنعطيه امتيازات ما حنقدر نعطيها للاعبين اخرين، او حيطالبوا فيها وحيفرط من ايدنا المنتخب ان صح التعبير. وبس، ما في اي شيء ثاني. لا يطلع بعدها اعلاميين او من يسمون نفسهم اعلاميين ويقولون انه شو التفاصيل والمشاكل، وشي يقول لك انه محمود داوود كان عم يستنى استقبال كبير بالمطار وموكب، كان بده اقامة افضل من الاقامة اللي وفرها الاتحاد، وكان بده تدريبات افضل، وكان بده لاعبين افضل، وكان بده مدرب افضل، وكان بده وشارة كابتن، وبده بدي جاردات، وبده ناس تطلع معه على الباص وهم رفضوا، وبدهم خاله، وبدهم كذا. طبعا هذا الكلام كله من أبواق إن صح التعبير حوالي المنتخب، ويدعون إنه عندهم على تواصل مع ناس داخل كادر المنتخب عطوهم هاي المعلومات وهاي التفاصيل. يعني أصدقهم إن صح التعبير طلع وقال إنه اللاعب شايف حاله أو هو نفسية. تمام؟ لهون هاي جهة المنتخب والاتحاد الرياضي. طب جهة داوود محمود، احنا لازم نسمع من الطرفين مشان نعرف مين الظالم ومين المظلوم. من جهة داوود محمود، هو الزلمة قال انه اذا انت بدك تجي تمثل المنتخب وبدك ترفع راية المنتخب والى ما هنالك، لازم تعطيني افضل ظروف حتى انا اعطيك افضل ما عندي. وانا طبعا اوافقه بهذا الكلام. يجي أحدهم يقول لك هذا ترباية ألمانيا، وهذا كان بشتوتغارت وبرايتون، فإنه متوقع يلاقي بالمنتخب مثل ما عم يشوف بألمانيا، وهذا الشيء مستحيل. نحن دول عالم ثالث، وفي ظروف خلتنا دول عالم ثالث، بس نخلص منها راح نصير يعني دول عالم عاشر يمكن، الله أعلم. عموما فإنه يعني لا تقارن هاي بهاي. وفي عندك أيهم أوسو بيلعب بإسبانيا وبقادش، وليش عم يقاتل وانت أبسط لك الأمور وأعطيك الزيتونة، أعطيك زبدة الكلام. باختصار شديد، هم تواصلوا مع اللاعب، الصيغة اللي اتفقوا فيها مع اللاعب ما حدا بيعرفها. تمام؟ فإذا الاتحاد الرياضي صادق مع جمهوره وأمام نفسه وبده فعلا يبين لنا الحقيقة، لازم أولا يطلع ويقول لنا شو هي الشروط اللي اتفقوا مع اللاعب حتى يجي المنتخب. 2، هاي الشروط ليش ما اللي اللاعب بده إياها على الأساس ليش ما قدموا له إياها. 3، إذا اللاعب نفسية وشايف حاله
وهو نجم وهو ما بعرف إيش، معناته أنتم كإدارة ما عرفتوا تحتووه. أنا ماني من طرف الإدارة ولا أني من طرف اللاعب. بالنهاية اللي صار في شيء مجهول. اللاعب طلع قال بالتصريح تبعه إنه هذا الوقت هو مو الوقت المناسب اللي أحكي فيه أو أرد على الاتحاد الرياضي لأنه يوم المباراة، وهذا الشيء بصراحة يحسب إله. والاتحاد الرياضي ما برر وقال إنه على الأساس راح يبرر، وإن كنت أنا أشك إنه راح يبرر، لأنه بالزمانات سمعنا كمان إنه حيبرر ليش ما استدعوا عمر السومة، وللآن ما عرفنا. طلع بالأساس قرار فني من كوبر، وإنه اللاعب ممكن يعمل مشاكل. المحصلة اللي إحنا استفادينا منها كجمهور إنه هذا اللاعب ما أنا موجود معنا. شو هي الأسباب؟ بصراحة الأسباب ما عادت تفيد، لأنه خلص إنه لاعب بقيمة محمود داود ما هيكون موجود بالمنتخب، وبناء عليه إحنا ما عاد نشوف محمود داود مع المنتخب حتى لو تغيرت منظومة الاتحاد الرياضي، والله أعلم. وأعتقد موضوعه حيأثر حتى في حال أنه مستقبلا شفنا لاعب بمستوى نجومية جيد جدا ونحاول نقنعه أنه يجي على المنتخب. لما اللاعب يقول لك في أمور تنظيمية أنا بحاجتها، أعتقد أنه لما هو يطالب بأوتيل نظيف، لما يطالب بساونا وجاكوزي والريكفري المميز، يطالب بالتدريبات، يطالب بالهاي، ما أعتقد أنه هو عم يطالب بشيء كثير كبير. هذا حقه الطبيعي. وإذا ما الاتحاد يطلع يقول صراحة شو اللي صار، وإذا هو ما بيطلع ويقول شو اللي صار، احنا ما راح نقدر ناخذ أي طرف. وإذا أخذنا أي طرف ما حنستفيد، مثل ما صار مع لاعبين كثير من قبله. هذا كان رأيي، أتمنى أعرف رأيك. كان معاكم محمد علي من الكرة والجمهور. نشوفكم فيديوهات قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.